يا ترى ايه قصة قوم سيدنا لوط؟ وايه الفاحشة اللي ارتكبوها خلت ربنا يعاقبهم العقاب الفظيع ده؟ وايه الفاحشة اللي تميزوا بيها عن الأقوام اللي سبقتهم؟ وايه حكاية بقى زوجة سيدنا لوط؟ وهل فعلا كانت زي قومها وبترتكب الفاحشة دي ولا لأ؟ ويا ترى ايه عقاب ربنا لقوم سيدنا لوط؟ كل ده واكتر هنعرفه في الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. واحسن حاجة نبدأ بيها فيديو النهاردة هي الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا نحكي قصة النهاردة. في البداية خالص لما أذى الكفار اشتد على سيدنا إبراهيم وأهله، قرر إن هو يسيب بابل ويتجه إلى بلاد الشام. وطبعا كان معاه أسرته، واللي منها السيدة سارة وسيدنا لوط ابن أخوه هارون. في الوقت ده أمر ربنا سيدنا لوط بأن يكون نبي لقرية اسمها قرية سدوم، وطلب منه أن يدعو أهلها أنه يبتعدوا عن الفواحش اللي كانوا بيرتكبوها. قرية سدوم أهلها كانوا بيرتكبوا كل المعاصي اللي تتخيلوها واللي ما تتخيلوهاش. كانوا بيشربوا الخمر وبيعملوا زنا وبيسرقوا وبيعملوا كل المعاصي اللي تتخيلوها، قتل أطفال وقتل أبرياء وظلم وزنا وربا وكل حاجة. لكن كانوا بيعملوا حاجة ما كانش حد من الأقوام اللي سبقتهم ارتكبها قبل كده. كل المعاصي دي في ناس كتير قوي قبلهم كانوا بيرتكبوها، لكن المعصية دي الحاجة الوحيدة اللي تميزوا بيها عن الأقوام اللي سبقتهم، وهي إن الرجال كانوا بيأتوا الرجال. أيوة زي ما سمعتوا، قوم سيدنا لوط كانوا بيعملوا المعصية أو الفاحشة دي، وكانوا متميزين بيها عن الأقوام اللي قبلهم، وكانوا بيعملوها قبل ما أي حد يعملها أو يعرفها. يقال إن كان قوم سيدنا لوط بيجتمعوا مع بعض ويشربوا بقى الخمور وكده، اللي هما الرجال. وكانوا في الوقت ده بدأوا يحسوا برغبة تجاه بعض، الرجال بيحسوا برغبة تجاه الرجال اللي زيهم واللي من نفس نوعهم. في الوقت ده بدأوا يعملوا الفاحشة دي، واللي ليها أسماء كتير. اسمها مثلا فاحشة قوم سدوم، أو فاحشة قوم لوط، أو مثلا زي ما بيتقال عليها دلوقتي المثلية الجنسية، أو مثلا الريمبو. أسماء كتيرة قوي، لكن الفعل واحد والذنب واحد والعقاب برضه هيكون واحد لكل حد بيرتكب الفاحشة دي. المهم ان في الوقت اللي بدأوا هم قوم سيدنا لوط يعملوا الفاحشة دي ويأتوا الرجال بيأتوا الرجال، وبدأ ان هم يمتنعوا عن النساء. في الوقت ده سيدنا لوط كان دايما يدعوهم بانهم يبتعدوا عن الافعال دي وانهم يرجعوا لربنا، ولان العقاب هيكون فظيع جدا. لان ربنا في الوقت اللي هينزل عليهم العذاب، ربنا مش هيرحمهم، ومش هيكون في مفر لأي حد بيرتكب الفواحش، خصوصا الفاحشة دي. كان دايما سيدنا لوط ينصحهم بأنهم ما يشربوش الخمور ولا يفعلوا الزنا ولا الربا ولا يعملوا فعل قوم سدوم أو فعل قوم لوط، اللي هو الرجال كانوا بيأتون الرجال. لكن هم ما كانوش بيصدقوا سيدنا لوط، ولا كانوا مؤمنين بيه، ولا مؤمنين بأن في أصلا حاجة اسمها ربنا، ولا ان في حساب، ولا ان في عقاب، ولا ان في اخرة، او ان في حساب او عذاب في الدنيا هم هينالوا، او ان في عذاب في الدنيا ربنا هينزله عليهم. سيدنا لوط فضل يدعوهم ويدعوهم، ولكنهم ما كانوش بيأمنوا بيه ولا بيصدقوه، وكانوا من الناس اللي ما بيصدقوش سيدنا لوط ولا بيحبوه، واللي كانوا بيشجعوا القوم دول على الفاحشة اللي بيرتكبوها. للأسف هي زوجة سيدنا لوط، زوجة سيدنا لوط اللي كانت دايما واقفة ضده وبتشجع قومها على الفاحشة اللي بيرتكبوها. اي نعم زوجة سيدنا لوط ما كانتش بتعمل نفس الفعل ده،
ما كانتش بتعمل الفعل اللي بيعملوه قومها، لكنها كانت دايما بتشجعهم، وما كانتش بتنصح بان هم يبتعدوا عن الفواحش زي ما سيدنا لوط كان بيدعوهم. المفروض انها زوجة نبي، فالمفروض انها تكون اكتر حد داعم ليه، وانها تساعده في انه يوصل الرسالة بتاعته وانه يدعو قومه، لكن بالعكس كانت ضده دايما، وكانت بتقول عكس اللي هو بيقوله وبتشجع قومها على الفاحشة، بل بالعكس كانت بتشتغل لصالح قومها. يعني دايما كانت تراقب سيدنا لوط وتروح تعرف قومها عن كل حاجة عنه، لو قال حاجة، لو عمل حاجة، لو جاله ضيوف. المهم ان سيدنا لوط فضل يدعو قومه وهم ما بيستجيبوش ليه، لحد ما ربنا قرر ان خلاص وقت وفرصة قوم سدوم خلصت خلاص، وان العذاب مفيش مفر منه. المهم ان ربنا ارسل ملكان الى سيدنا ابراهيم، وارسلهم لسيدنا ابراهيم علشان يعرفوه ويبشروه ان ربنا هيرزقه بطفلين، اولهم سيدنا اسماعيل، وتاني حد هو سيدنا اسحاق عليهما السلام. الملكان راحوا لسيدنا إبراهيم وعرفوه إن ربنا هيرزقه بسيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق. الملكان راحوا لسيدنا إبراهيم وعرفوه إن ربنا هيرزقه بسيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق، وقبل ما يمشوا عرفوه إن هم رايحين لقوم سدوم علشان ربنا هينزل عليهم عذابه وينتقم منهم بسبب الفواحش اللي بيرتكبوها. في الوقت ده سيدنا إبراهيم خاف على ابن أخوه سيدنا لوط، وقال للملكان إن سيدنا لوط موجود هناك في القرية. فالملكان طمنوا سيدنا إبراهيم، وفعلا راحوا الملكان على هيئة رجلان لقرية سدوم، وسألوا على منزل سيدنا لوط، وراحوا هناك وطلبوا منه ان هم ينزلوا ضيوف عنده. دلوقتي سيدنا لوط ما يعرفش مين اللي جايله، هو متخيل ان هم رجلان غريبين عن القرية وعايزين يكونوا ضيوف عنده، ما يعرفش ان هم ملكان ربنا ارسلهم ليه علشان ينتقم من القرية بتاعته. سيدنا لوط ما كانش عاوز ان هو يستضيف الاتنين دول عنده، لانه ما كانش حابب انه ينزل عنده ناس اغراب. وده مش لان سيدنا لوط كان يعني بخيل او انه ما بيحبش يستضيف حد، بالعكس سيدنا لوط كان كريم جدا، ولكن سيدنا لوط كان خايف ان قومه يعرفوا ان عنده ضيوف، وبالتالي ممكن يعتدوا على منزل سيدنا لوط وياخدوا منه الضيوف ويعملوا معاهم الفاحشة اللي كانوا بيعملوها. علشان كده كان رافض انه يستقبلهم او انه يستضيفهم عنده، وفضل ينصحهم مرة واتنين ويحذرهم بان قوم سدوم، قوم القرية اللي هم موجودين فيها، بيعملوا فاحشة من اعظم الفواحش، وحذرهم مرة واتنين وتلاتة. لكن الرجلان اصروا ان هم ينزلوا ضيوف عند سيدنا لوط، وفي الاخر سيدنا لوط قدام اصرارهم وافق انهم ينزلوا ضيوف عنده. في الوقت ده اللي عرفت هي زوجة سيدنا لوط، فبسرعة جريت على قومها وقالت لهم انها شافت عند لوط اتنين رجال نازلين عنده ضيوف، والاتنين حلوين جدا ومظهرهم حسن جدا، وقالت لهم انها ما شافتش في جمالهم اي حد قبل كده. بسرعة قوم سيدنا لوط جريوا لحد بيته، وبدأ ان هم يخبطوا على الباب ويقولوا لسيدنا لوط ان يطلع لهم الضيوف دول. فسيدنا لوط كلمهم من ورا الباب، لان كان عارف ان عددهم كبير، ولو فتح لهم الباب ممكن يدخلوا البيت وياخدوا الضيفين اللي عنده ويعملوا فيهم الفاحشة دي. فكلمهم سيدنا لوط وقال لهم ان ده حرام، وان اكيد لكم عذاب، وان ربنا هيخسف بكم الارض. فبدأ ان هو يحذرهم كتير، ويعني يطلب منهم ان هم يبعدوا عن ضيوفه، لكن هم كانوا مصرين لدرجة ان سيدنا لوط طلب منهم ان هم يتزوجوا من بناته ومن بنات القرية بدل ما هم بيأتوا الرجال. فهم قالوا له ان هو عارف ان هم رغبتهم في الرجال مش في النساء، فيطلع عليهم بقى الضيوف اللي عنده. لكن سيدنا لوط خلاص ما بقاش عارف يعمل ايه، وخايف لان هم عددهم كبير وممكن يقتحموا المنزل وياخدوا ضيوف سيدنا لوط. فدخل سيدنا لوط وخلاص قرر انه يدعو ربنا، قرر ان هو يدعي ربنا علشان ينجده من الورطة اللي هو فيها. في الوقت ده ربنا خلى الملكان يعرفوا سيدنا لوط حقيقتهم، وعرفوه ان هما ملكان من ربنا علشان يحققوا العذاب بتاع ربنا في قومه. في الوقت ده الملكان ضربوا بجناحهم على قوم سيدنا لوط لدرجة ان هما كلهم اصابهم العمى.
في الوقت ده كانت دي أول حاجة من عذاب ربنا لقوم سيدنا لوط، إن هو يصيبهم بالعمى. بعد كده طلبوا من سيدنا لوط إنه ينفذ أمر ربنا، وهو إنه ياخد أهله ما عدا زوجته ويمشي بالليل من القرية دي، علشان ربنا هينزل عذابه عليهم أول ما يطلع النهار. وفعلا سيدنا لوط خد أهله ما عدا زوجته، وطلعوا من القرية دي. وأمرهم الملكان، قالوا له إن ربنا بيأمرك إن لا أنت ولا اللي معاك تلتفت وراك، مهما سمعت من أصوات، مهما سمعت من صراخ وصيحات، ما تلتفتش وراك ولا أنت ولا أي حد معاك، علشان ساعتها العقاب هيكون يعني كبير. ما تبصوش وراك ويمشوا على طول من القرية دي وما تلتفتوش وراكوا. فعلا سيدنا لوط خد أهله ما عدا زوجته وطلعوا من القرية دي بالليل علشان يهربوا. وفي الوقت ده حصلت أول صيحة من صيحات العذاب. في الوقت ده تقريبا حست زوجته إن في عذاب، يعني قرب خلاص، عذاب قومها خلاص قرب، وان فعلا لوط كان عنده حق. فطلعت بقى علشان هو ايه تنجد نفسها، اللي هو انا في الاول كنت معاكم بس دلوقتي لا، ده في عذاب، انا هسيب القرية واهرب. فطلعت تهرب او تجري بره القرية. ولكن في الوقت اللي بدأ يحصل فيه عذاب ربنا لقوم سيدنا لوط، واللي كان خلاص الصبح طلع، فالتفتت وراها. فيقال انها اول ما التفتت وراها ربنا اصابها بلعنة، او يعني ربنا امر بان هي تتحجر مكانها، وتمثالها موجود لحد دلوقتي وهي متحجرة. طب يا ترى ايه العذاب اللي اصاب قوم سيدنا لوط؟ قوم سيدنا لوط اللي ما كانوش بس بيعملوا الذنوب او الفواحش اللي كان بيرتكبها الاقوام اللي قبلهم، ده عملوا فاحشة خاصة بيهم، هيشيلوا ذنب كل حد بيرتكب الفاحشة دي لحد ما تقوم القيامة، اللي هي فاحشة قوم لوط. طب يا ترى ايه هي العذاب اللي ربنا اصابهم بيه، او ازاي ربنا هينتقم منهم وهيعذبهم في الدنيا؟ اول حاجة في العذاب هو طبعا ان ربنا امر الملكان بان هم يخبطوا بجناحهم على قوم لوط، فاصابهم العمى. تاني بقى حاجة وهو ان ربنا ارسل اليهم صيحة. الصيحات دي هي صوت عالي عظيم وبيدمر، فارسل اليهم صيحات مهلكة، زي ما بيقول ربنا في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فأخذتهم الصيحة مشرقين. صدق الله العظيم. تاني حاجة وهي ان ربنا قلب القرية. يعني ايه قلب القرية؟ ربنا امر طبعا بعد الصيحات دي كلها القرية بدأت تتدمر، فربنا امر سيدنا جبريل بانه يرفع المدينة دي او القرية دي لحد السماء ويقلبها، بقت راس الناس اللي عايشين فيها للأرض ورجليهم للسماء. وبعد كده أمر سيدنا جبريل بأنه يرمي القرية دي، فنزلت تاني للأرض. فزي ما نقول كده ربنا قلبها عليها وطيها. طب يا ترى ايه بعد كده؟ ربنا ارسل اليهم حجارة من سجيل. فربنا امر السماء بان هي تمطر عليهم حجارة من سجيل. والحجارة من سجيل هي عبارة عن حجارة من الطين المتحجر، زي ما ربنا بيقول في سورة هود الآية 82: بسم الله الرحمن الرحيم، وامطرنا عليها حجارة من سجيل. صدق الله العظيم. وده كان عذاب ربنا لقوم سيدنا لوط. قوم سيدنا لوط اللي مش بس زي ما قلت لكم ارتكبوا فواحش الأقوام اللي قبلهم، بالعكس ده تميزوا بفاحشة تانية خاصة بيهم كده. فعلشان كده ربنا عذبهم بالعذاب ده. وطبعا ده عذاب بسيط جدا بالنسبة اللي هيحصل ليهم في الآخرة، خصوصا ان هم زي ما قلت لكم هيشيلوا ذنب كل حد ارتكب الفاحشة دي من بعدهم. أما بالنسبة لسيدنا لوط وبناته فاتجه إلى قرية تانية وعاش فيها. أما بقى بالنسبة لتمثال زوجة سيدنا لوط، فيقال إن في تمثال متحجر أو تمثال شكل امرأة كانت بتبص وراها فتقريبا اتحجرت مكانها. فالتمثال ده يقال إن هو تمثال زوجة سيدنا لوط، زي ما حكيت لكم في لما كان في العذاب بينزل على قومها فالتفتت تبص وراها، فربنا أمر بأنها تتحجر مكانها. والتمثال ده موجود في منطقة الأغوار الأردنية شرق البحر الميت. بيقال ان ده تمثال زوجة سيدنا لوط، لكن في ناس تانية بيقولك لا، ده مش تمثال زوجة سيدنا لوط، ده بسبب العوامل الزمنية يعني تراكمات وكده، فبسبب العوامل الزمنية والمناخية والحاجات دي كلها تكون التمثال ده.
بس والله اعلم ده تمثال زوجة سيدنا لوط ولا يعني ده حاجة بالعوامل الزمنية، ولكن كل اللي شاف التمثال قال ان هو تمثال زوجة سيدنا لوط، لان كمان هو شكلها وهي بتلتفت وراها. وفي النهاية دي كانت قصة قوم سيدنا لوط اللي فعلوا فاحشة من أعظم الفواحش. وفي القصة دي مش بس هنتعلم ان المثلية الجنسية حرام طبعا، لكن ومش هنتعلم بس ان احنا لازم نطيع ربنا ونبتعد عن الفواحش والحاجات دي كلها، لان دي حاجات معروفة، لكن لازم نتعلم ان لو في حاجة بتحصل قدامنا غلط ما ينفعش ان احنا نأيدها، ما ينفعش ان احنا نقف جنبها، لان بتأييدنا للحاجة دي فاحنا بنكون مشتركين فيها. لو الحاجة دي صح واحنا بنأيدها فاحنا مشتركين فيها، لو الحاجة دي غلط واحنا بنأيدها فاحنا مشتركين فيها. زوجة سيدنا لوط ما كانتش بتشترك في الافعال دي ولا كانت بتعملها، لكن كانت مؤيدة قومها وشايفة ان هم عادي بيعملوا حاجة عادية. زي ما ناس كتيرة قوي لما طلعت مسألة المثلية الجنسية وبقت منتشرة، وبقينا لما حد يجي ياخد رأي ناس كتيرة قوي يقولك عادي دي حريتهم الشخصية. لا، دي مش حرية، عمر الحلال والحرام ما كان فيه حرية شخصية. وفي النهاية دي كانت قصة النهاردة، وأتمنى أنها تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة، وما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وأحسن حاجة نختم بيها فيديو النهاردة هي الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.